بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه المجيد. ربنا يعيده علينا كلنا بالبركه والخير والسلام والمحبه اللي ربنا نقلنا من الظلمه للنور بقيامته، وبنعيش على النور بتاعه طول الايام. وربنا يبارك لنا بصلوات القديسين وشفاعتهم وبقيامة المسيح. يا رب البيت كله بيبقى فرحان وبتحقق أمنياته. وأمين يا رب. ربنا يكون مع كل واحد فينا في الضيقة وفي المرض وفي كل شيء، وربنا يستجيب الصلوات والدعوات. وأمين يا رب. كلنا فرحانين بقيامة المسيح. أمين يا رب. والنهاردة معادنا مع كلمة البابا توادرس في قداس عيد القيامة المجيد. ربنا ينفعنا بصلواته. أمين. المسيح قام. أهنئكم أيها الأحباء بعيد القيامة المجيد، هذا العيد الذي ينهي صوما امتد إلى 55 يوم نسميه الصوم الكبير أو الصوم المقدس. وأود قبل أن أتحدث إليكم في هذا العيد أن أنقل التهنئة إلى كل الكنائس والإبرشيات والأديرة القبطية خارج مصر، في قارات العالم، في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وكنائسنا القبطية في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأيضا في قارة أستراليا، وفي مدينة الملك العظيم أورشليم القدس. أود أن أهنئ الجميع أبناء مصر، وإذ نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التهنئة الرقيقة التي أرسلها لنا، وأيضا من أجل برقية التهنئة التي أرسلها لكل الأقباط في ربوع العالم، وهي تهنئة لكل المصريين في هذا العيد المجيد. عيد القيامة المجيد بنسميه عيد الأعياد وفرحة الأفراح. وفي عيد القيامة نتلامس مع قوة محبة المسيح لنا جميعا لكل العالم. قوة محبة المسيح. كلمة القوة أيها الأحباء كلمة مبهرة وكلمة جذابة لنا جميعا، ولكن القوة لها أنواع. هناك قوة المال، وهناك قوة السلاح، وهناك قوة المنصب، أو قوة البدن، أو قوة الفكر، أو قوة الفلسفة. أنواع متعددة من القوة. ويأتي السؤال أمامنا: ما هي أعظم قوة في حياة الإنسان؟ إيه أعظم قوة في حياة الإنسان، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجموع؟ وعندما نقرأ يا إخوتي الأحباء في كتب التاريخ وفي سير الزمان، نجد أن هناك وشعوب وأبطال ظهروا على مسرح التاريخ لفترة من الزمن ثم اختفوا، وظهرت قوتهم إن كانت سلبا أو إيجابا. فنسمع في الإمبراطورية الرومانية عن طغاة وأباطرة، ولكن انتهت سيرتهم وانتهت قوتهم. ويظل السؤال أمامنا: ما هي أعظم قوة في حياة الإنسان؟ ما هي أعظم قوة يمكن أن يتمتع بها الإنسان؟ ما هي أعظم قوة ينالها الإنسان؟ الواقع عندما نبحث عن أعظم قوة في حياة الإنسان فسوف نجد أنها قوة الغفران.
قوة الله الذي ندعوه غفور ورحيم، وهو الذي يسكب من غفرانه على البشر، ويسكب هذا الغفران من محبته. يعني لما نيجي ندور كده على أكتر قوة يتمتع بها الإنسان، مفيش أحسن من أن الله يغفر لي خطيتي. فالخطية يا إخوتي الأحباء هي مرض الروح، والخطية مفيش لا طب ولا دواء ولا علاج ولا عملية عشان ترفع الخطية عن الإنسان. مفيش غير حاجة واحدة، وهي مغفرة الله. والله علمنا من خلال أحداث الأسبوع الماضي، أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة المجيد، علمنا أننا نرتل لحنا في الكنيسة بنسميه كده لحن سوكتاتيجوم. وسوكتاتيجوم نحن نخاطب الله ونقول له: لك القوة والبركة، لك القوة والمجد والبركة والعزة. يعني أنت صاحب القوة. ويا بخت الإنسان فينا اللي يتمتع بغفران الله في حياته فيكون مقبولا في السماء. أما إذا عاش الإنسان في خطيته وعاش فيها، هيعيش ويموت، يبقى من تراب وإلى تراب يعود، وتنتهي الحكاية، وليس له نصيب في السماء. علشان كده هذه القوة لها وجهان. الوجه الأول أن الله يغفر لي خطيتي. أما الوجه الآخر فإن الإنسان يكون مستعدا أن يغفر أو يسامح الآخرين. وهنا قدامنا معادلة مهمة جدا، أن الله لا يستطيع أن يغفر لك إذا لم تغفر أنت لأخيك. مش ممكن. ربنا حطها شرط جميل جدا، أنه لا يستطيع أن يغفر لك، أنك تتمتع بغفران الله، إلا إذا كنت أنت قادرا على أن تغفر وتسامح الآخرين. وبقت المعادلة لها طرفين. أنت في الوسط تنال غفرانا من الله، وأنت اللي تستطيع أن تقدم التسامح والمسامحة للآخرين. أحيانا الواحد ما يقدرش يسامح الآخر، يمكن على مستوى الفرد، يمكن على مستوى الأسرة، يمكن على مستوى المجتمع، يمكن على مستوى الشعوب. معظم مشكلات الحياة ومعظم الحروب والصراعات التي نسمع ونقرأ عنها يمكن أن تنتهي إذا تقدم طرف وبدأ يتفاوض ويتسامح مع طرف الآخر، وتكون النتيجة إنه ينال غفرانا من الله وينال قوة. ليه بقول الكلام ده؟ أصل مقابلة الخير بالخير عمل إنساني. واحد بيعمل لي حاجة كويسة وأنا بردها، ده حاجة إنسانية. ومقابلة الخير بالشر ده عمل شيطاني. أما مقابلة الخير، مقابلة الشر بالخير، فهذا عمل إلهي تحتاج فيه قوة الله. ولذلك نصلي في الصلاة الربانية باستمرار ونقول: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.
يعني في علاقة تعاقدية بينك وبين إلهك. عندما تستطيع أن تغفر للقريب منك، الله يمنحك غفرانه، والله يمتعك بهذا الغفران، والأمر واقف عليك أنت على الطرف اللي يبتدي. تخيلوا كده أسرة فيها طرفين اختلفوا واتخاصموا وانفصلوا وابتعدوا. تخيلوا كده لو الطرفين دول تقاطعوا الصليب، وفي أحداث القيامة نجد مثل هذه الأمور. قبل الصليب كان يوجد إنسان اسمه زكا، وكان هذا بلغة اليوم كأنه مأمور ضرائب، نسميه عشار. وكان هذا الرجل المسامحة هي الوسيلة أن الله يسكب من غفرانه ومن محبته في قلبك، فتتمتع أنت برحمته. يعني أنا لما أغفر لأخويا أنال رحمة من الله، وهي معادلة لطول الحياة وحتى انتهاء الحياة على الأرض. في أحداث الصليب وفي أحداث القيامة نجد مثل هذه الأمور. قبل الصليب كان يوجد إنسان اسمه زكا، وكان هذا بلغة اليوم كأنه مأمور ضرائب، نسميه عشار. وكان هذا الرجل بعيد تماما عن المسيح، وهذا الرجل لم يكن أمينا في معاملاته المادية. لكن في يوم حب يشوف المسيح. بتحكي لنا الحادثة في الكتاب المقدس انه طلع فوق شجرة عشان يشوف المسيح وهو معدي، ولكن المسيح توقف عند هذه الشجرة ودعاه للنزول، وقال له: زكا أسرع وأنزل لأني أريد أن أزورك في البيت. مجرد أنه ابتدى يظهر عاطفة محبة لشخص المسيح، نال أن المسيح يزوره في البيت. فوقف زكا وقال إيه؟ قال: نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف. يا زكا، ده انت كانت حياتك ليل ونهار هي الفلوس. ايه اللي حصل لك؟ قال: بس انا مجرد ان انا تقابلت مع المسيح، ومجرد ان انا اظهرت ان انا عايز اشوفه، كانت النتيجة ان انا نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد وشيت باحد ارد له 4 أضعاف. مرة اخرى تقابل المسيح مع امرأة خاطئة، واجتمع الكبار في تلك المدينة لكيما يرجموا هذه المرأة التي ضبطت في ذات الفعل. أما المسيح فانحنى على الأرض وسجل بعض الكلمات التي كانت هي بمثابة خطايا لهؤلاء الذين يريدون أن يرجموا هذه المرأة، وقال لهم كده: من منكم بلا خطية فليرميها بحجر. وكانت النتيجة كل واحد شاف خطيته على الأرض. نهاية ظل المشهد في هذه المرأة والسيد المسيح، فقال لها: أما دانك أحد؟ اذهبي ولا تخطئي ثانية. وكأنها ولدت من جديد، وغفر لها خطيتها وأعطاها عمر جديد. على الصليب السيد المسيح وهو على الصليب كان اليهود يصرخون ويقولون: اصلبه اصلبه. يقولون للوالي الروماني بيلاطس: اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. هكذا صرخ اليهود يوم صلب المسيح.
علينا وعلى أولادنا، ولذلك هم يحملون هذه الجريمة حتى هذا اليوم. أما المسيح فماذا قال قدام الناس الهيجة دي؟ قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وهو على الصليب يطلب المغفرة لهؤلاء الذين يتهمونه وهو معلق على خشبة الصليب. في ذات الوقت وبجوار السيد المسيح صلب عن يمينه وعن يساره لصان، يعني المسيح في الوسط وهنا لص وهنا لص، عشان يبان المشهد انه كلهم في حالة اجرام. اما اللص اليمين وكان لصا، قال عبارة لطيفة قوي، قال كده يخاطب المسيح المعلق على الصليب، يعني المسيح في الوسط وهنا لص وهنا لص، عشان يبان المشهد انه كلهم في حالة اجرام. اما وكان لصا، قال عبارة لطيفة قوي، قال كده يخاطب المسيح المعلق على الصليب: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده لص بيقدم عبارة صلاة وطلب مغفرة: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فيرد عليه المسيح ويقول له: اليوم تكون معي في الفردوس، وينال غفرانا. ما أروع يا إخوتي أن الإنسان يملك قوة ويسامح بها الآخر. لا يوجد إنسان بلا خطية، ولا يوجد إنسان بلا ضعف أو بلا سقطات، ولكن إن عشت في الخطية فأنت تعيش في الإحساس بالذنب، وده شعور نفسي مؤلم إن الإنسان يشعر بالذنب. أما إذا سمحت الآخر وتصالحت معه فتكون النتيجة أنك تنال غفرانا ورحمة من الله. الخلاصة يا إخوتي الأحباء أننا في القيامة نتمتع بقوة محبة المسيح التي ظهرت في أنه يغفر للآخرين عندما يغفر الإنسان لمن أساء إليه. هذه أعظم قوة في حياة الإنسان، أن الإنسان يكون قادرا أن يسامح الآخر وأن يغفر للآخر وأن يتصالح مع الآخر. وتخيلوا معي، سواء الأمر ده على مستوى الأفراد أو مستوى المجموع أو مستوى الأسرة، قد إيه مشكلات كتيرة في حياة الإنسان ممكن إنها تتحل. أنا أعلم أن الأمر صعب، ولكن عندما يطلب الإنسان من الله أن يعطيه هذه القوة العظيمة سيستطيع ويكون هو الكسبان، لأنها تكون النتيجة أنه ينال رحمة، ينال الرحمة من الله، وينال الرحمة في حياته، في وسط أسرته وفي مجتمعه، وينال الرحمة اللي بيها يكون له نصيب في السماء. القيامة هي يغفر للآخر وأن يتصالح مع الآخر. وتخيلوا معي، سواء الأمر ده على مستوى الأفراد أو مستوى المجموع أو مستوى الأسرة، قد إيه مشكلات كتيرة في حياة الإنسان ممكن إنها تتحل. أنا أعلم أن الأمر صعب، ولكن عندما يطلب الإنسان من الله أن يعطيه هذه القوة العظيمة سيستطيع ويكون هو الكسبان، لأنها تكون النتيجة أنه ينال رحمة،
ينال الرحمة من الله، وينال الرحمة في حياته، في وسط أسرته وفي مجتمعه، وينال الرحمة اللي بيها يكون له نصيب في السماء. القيامة هي ليست حدثا تاريخيا، ولكنها روح تنساب إلى الإنسان، بحيث ينال هذه القوة، قوة محبة المسيح في حياته اليومية. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على محبته الدائمة وعلى اهتمامه وعلى المشاركة في هذه الاحتفالات. أود أن أشكر جميع المسؤولين، وزي ما ذكرنا بالأسماء كل المسؤولين نقدرهم ونقدر أتعابهم ومسؤولياتهم، ونقدر كل الحضور والمشاركة والتهنئة، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا دائما في محبة وسلام وإخلاص من أجل الحروب الموجودة في العالم والشعوب المتألمة والمجروحة. نصلي أن يعطي الله سكينة ويعطي هدوءا ويعطي سلاما، وبنصلي أن ربنا يحفظ أرض بلادنا دائما قوية ودائما محفوظة في سلام وفي عزة من يوم ليوم، ودائما الوطن هو أغلى شيء عند الإنسان. عشان كده احنا بنتمتع جميعنا كمصريين بوطننا مصر، صاحب التاريخ والحضارة والزمن وطول التاريخ. بنصلي ان ربنا يحفظ هذه البلاد ويباركها ويزيد الخير فيها ويحفظ سلامها ويبارك شعبها على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. امين يا رب، وامين. ربنا ينفعنا بصلوات البابا توادرس ويخليه لينا على الدوام. وما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي. امين. واذكرونا في صلواتكم. امين. وخريستوس انستي اريسوس انستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. ويا رب النور لكل الناس في كل البيوت. امين يا رب.